سنذهب إلى فتحي منجد. فتحي منجد وأنت ناشط سياسي، مرحبا بك يا فتحي. أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم الأستاذ سام الغباري. حياك الله يا فتحي. نحن ناقشنا كثير مع سام فيما يخص الجانب الميداني، ولكن دعني أسألك عن الجانب الميداني فيما يخص جهة ميدي وهذا المنفذ البحري الهام والمنطقة الهامة. حقيقة ماذا لديك من تفاصيل لكي نعرج إلى موضوع آخر معك؟ أخي الكريم، بالنسبة لهذه الجبهة هي جبهة قوية وتحرز تقدمات ميدانية على الأرض. الإعلام ليس مسلط عليها بشكل كافي، لكن هي اليوم القوات الجيش الوطني على مشارف مدينة البحية، إحدى أول مديريات محافظة الحديدة. طبعا هذه الجبهة يعني هناك مجموعة من الحوثيين محاصرين في ميدي، وقد حاول الحوثيون بقوات يعني تقدم بقوات من أجل أن يفكوا عليهم الحصار، فقتل من قتل منهم وأسر منهم كذلك عدد كبير. فعجز الحوثيون، ليس أمام هؤلاء الآن المحاصرين في بعض مناطق ميدي طبعا تحررت إلا الاستسلام أو الموت. هناك أيضا فرق ميدانية تباشر نزع الألغام في محيط ميدي، حيث أن الحوثيون زرعوا فيها مئات وآلاف الألغام بطريقة عشوائية. هناك من البشائر أن هناك معسكرات تدريبية في تلك المنطقة وستلتحق قريبا بالجيش الوطني. هناك ما يقارب 3000 من أبناء محافظة ريمة، هذه المحافظة البطلة، صرح المحافظ بهذا العدد. جميل. هناك يعني هذه الألوية، هذا الجيش هو متخصص طبعا ومكلف بتحرير إقليم تهامة، المحافظات التي يحتويها إقليم تهامة. طبعا ستنعكس على تحرير صنعاء، انها سوف تحرر الداخل وسوف وبهذا اثر كبير. عفوا، وبهذا فتحي كان مدخل السؤال الآخر، يعني تحرير ميدي وأيضا تقدم بعدد من الجبهات في محافظة تعز، كيف سينعكس ذلك على معركة تحرير العاصمة صنعاء، خاصة وأن الحوثيين وصلوا على مشارف هذه المحافظة المهمة؟ طبعا من حيث الإجمال كل الجبهات هي ترتبط عضويا وجغرافيا، فكل ما حصل تقدم في أي جبهة وينعكس إيجابيا على الجبهة الأخرى. بل لو نظرت الآن إلى الخريطة اليمنية لوجدت أن الميليشيات الانقلابية صارت تحت ما يشبه الكماشة. يعني من جهة الشرق هناك ألوية في الجوف، حررت الجوف بالكامل، وها هي اليوم حررت آخر منطقة في خب والشعف وتتجه باتجاه صعدة، وسيكون ربما لها مساران، خط باتجاه صعدة من جهة العصين، وخط باتجاه عمان عن طريق برة المراشي وحرب سفيان. أيضا هناك القوات الموجودة في ميدي، وهي أيضا لها أثر كبير في إحكام السيطرة على الميليشيات بشكل عام. أيضا لو نظرت إلى الجبهة الأهم وهي جبهة صنعاء، حرروا فرض اثنين، واليوم تقدموا إلى منطقة مسورة باتجاه نقيب غيلان، وهي سوف تتقدم إلى أهم المناطق الحيوية في أمانة العاصمة، وهي جهة المطار وقاعدة الديلمي الجوية. ربما تفتح جبهات من جهة أخرى، لكن في مجملها أن الحوثيين الآن في حالة الانهيار والصدمة التي حصلت لهم في منطقة فرض اثنين، يعني ما كانوا يتوقعون أن تسقط